وقفت ثواني وأنا باصة للصور، مش قادرة أصرخ ولا أعيط. الوجع كان أكبر من أي صوت. سمعت صوت عصام بينده عليا من الصالة: اتأخرتي ليه؟ لميت الصور بسرعة، حطيتهم في الظرف ورجعت كل حاجة مكانها كأنه ولا حاجة حصلت. طلعت له وأنا ماسكة نفسي بالعافية. بصلي وقال: مالك وشك متغير ليه؟ قلت بهدوء غريب حتى استغربت أنا نفسي: تعبانة شوية. عدت الليلة تقيلة وأنا نايمة جنبه، بس حاسة إني بعيدة عنه سنين. كل ما يغمض عينه الصور تطلع قدامي. تاني يوم واحنا رايحين نفطر عند أهلي، شلت كرتونة رمضان بإيدي، وحماتي كانت قاعدة مستنيانا، عيونها عليا، نظرة اللي عارفة ومستنية اللحظة. أمي فتحت الكرتونة قدام الكل: سكر، زيت، سمنة، وبعدين شالت كيس الرز. الظرف الأسود وقع. الكل سكت. حماتي وشها شحب. عصام اتسمر مكانه. أمي مسكت الظرف وقالت باستغراب: إيه ده؟ مديت إيدي وخدته منها وقلت بهدوء كسر القعدة: ده اللي كان مستخبي مش أكتر. فتحت الظرف والصور نزلت على السفرة. أمي شهقت. أبويا وشه حمر. حماتي قامت بسرعة وقالت: استني بس، الموضوع مش زي ما انتي فاهمة. بصت لها لأول مرة من غير خوف وقلت: لأ، هو واضح قوي. لفيت على عصام، كان مش قادر يبص في عيني. قلت له: كنت مستنية منك كلمة شكر، طلعت مستنية خيانة. ساعتها عرفت إن في وجع بس في كرامة، وفي صبر بس ليه نهاية. لو عاوز بقية القصة اكتب تم.